السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية الشيخ السوري إبراهيم الحلقي قبل وفاته لمحبيه التي أبكت الملايين. نشوف الوصية ونرجع نكمل معاكم. فخذ بوصيتي. أرجوك اثبت وخذ القرآن رفيقا وخليلا لأوقاتك. لا تأخذك أمواج الفتن والشهوات والشبهات والملذات إلى قاع الحياة فتغرقك. يا سلام. إلى قاع الحياة فتغرقك وتملأ قلبك بالآثام والذنوب. يا سلام. سر في هذه الدنيا، سر غريبا فطوبى للغرباء. والله في هذه الدنيا لن يفيدك أي أحد يوم يفر المرء من أبيه، عندما يوم تشخص فيه الأبصار. لن يفيدك فيه أحد. أبوك يفر منك، أمك تفر منك، أخوك يفر منك، عشيرتك، أهلك، أقاربك يهربون منك. أريد حسنة لأدخل الجنة، فيا أخي اثبت. ألا نرجع. ارجع. إذا كان عليك أي دين سده، فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يغفر كل الذنوب إلا حق العبد. إذا كان أي شيء عليك فتأكد أنه قد صفيت حسابه. ويا أخي هنيئا، اعلم هنيئا لمن خرج من هذه الدنيا وخرجت معه سيئة. لكن تخيل أن شخص قد خرج من الدنيا ولديه مثلا حساب فيه 1000 وقد نزل أغاني قبل أن يموت، وهذه الأغنية مثلا قد خرجت للإكسبلود. تخيل مثلا 100,000 مشاهد، 1000 مشاهد يكسب إثمهم، إثم سيئات. كما شاهدنا في هذا الفيديو، هذه كانت وصية إبراهيم لك، خذ بوصيته وبارك الله فيه. أرجوك اثبت كما قال لك إبراهيم. وبخصوص الناس التي تسأل هل إبراهيم الحلقي توفي أم لا، إبراهيم الحلقي ما زال على قيد الحياة، ووالده ظهر وكذب كل الأخبار المنتشرة بخصوص وفاته، وقال إن إبراهيم عمليته تكللت بالنجاح، فلا داعي لنشر الأكاذيب. ربنا رب يحفظه ويطول في عمره، لأنه شاب صالح ويستاهل كل خير. انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية أخبارا كثيرة جدا تفيد بوفاة إبراهيم الحلقي الشيخ الطفل السوري، ووالده يكشف التفاصيل. تصدر اسم الطفل السوري إبراهيم الحلقي خلال الساعات الماضية محركات البحث في عدد من الدول العربية بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاته، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين ملايين المتابعين الذين ارتبطوا بشخصيته ومحتواه الهادف. والد إبراهيم يخرج عن صمته، وفي رد حاسم على هذه الأخبار كتب والد الطفل أبو إبراهيم منشورا عبر صفحته في فيسبوك نفى فيه بشكل قاطع كل ما يتم تداوله، معبرا عن استيائه من استغلال البعض لمعاناة الأسرة بهدف تحقيق المشاهدات. وجاء في رسالته: يا جماعة الخير اللي بينشروا إشاعات موت إبراهيم، مشاعر أهله مش مهمة عندكم، مشاعر محبيه ما تهمكم، بس من أجل الشهرة الرخيصة. إبراهيم الحمد لله في حالة صحية تمام زي العسل، ولا يوجد ولا نص حاجة من اللي بينقال بشأن خبر وفاته. ويكفي أكاذيب يا ناس من أجل اللايكات، عيب والله، ربنا يسامحكم. ما هو مرض إبراهيم الحلقي؟ هذا التوضيح أنهى موجة واسعة من الجدل، وأكد أن الطفل بخير ويتماثل للشفاء بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا. من أين بدأت الشائعة؟ مصادر مقربة من العائلة أوضحت أن الشائعة انطلقت من صفحات غير موثوقة استغلت دخول إبراهيم المستشفى قبل أيام إثر إصابته بكسر في يده أثناء لعب كرة القدم، ونسجت روايات غير صحيحة حول تدهور حالته الصحية. ومع سرعة انتشار الأخبار الكاذبة تحول وسم إبراهيم الحلقي إلى ساحة تضارب معلومات بين مطمئنين وقلقين، قبل أن يحسم والده الأمر برسالته الواضحة:
العملية الجراحية التي يخضع لها إبراهيم نجحت بالكامل، وحالته الصحية مستقرة ولا توجد أي مضاعفات خطرة. الأطباء يتابعون تعافيه بشكل طبيعي. كل ما ينشر عن وفاته مجرد إشاعات لا أساس لها. ودعا الوالد الجميع إلى التوقف عن تداول الأخبار غير المؤكدة واحترام مشاعر العائلة التي تمر بظروف نفسية صعبة. غضب واسع من استغلال اسم الطفل. أثارت الشائعة موجة استنكار كبيرة، حيث اعتبر ناشطون أن اختلاق خبر وفاة طفل بهدف التفاعل سلوك لا أخلاقي، خاصة أن إبراهيم شخصية محبوبة ومعروفة برسائله الإيجابية. وكتب أحد المتابعين: بدل ما ندعمه في مرضه في ناس بتتاجر باسمه، اتقوا الله في مشاعر أهله. بينما أكد آخرون أن الحل هو عدم التفاعل مع الصفحات المجهولة والإبلاغ عنها. من هو إبراهيم الحلقي؟ إبراهيم الحلقي طفل سوري اشتهر عبر منصات التواصل بلقب الشيخ الطفل لما يتمتع به من فصاحة وأدب وقدرة على إيصال رسائل تربوية مؤثرة، وقد تجاوز عدد متابعيه 5 ملايين شخص، ما جعله واحدا من أبرز الوجوه الطفولية في المحتوى الهادف. تعرض مؤخرا لإصابة في يده خلال اللعب وأجرى عملية جراحية ناجحة، وهو الآن في مرحلة التعافي. رسالة أخيرة: تؤكد عائلة إبراهيم أن أفضل ما يمكن تقديمه له اليوم هو الدعاء له بالشفاء والتوقف عن نشر الشائعات وتحري الدقة قبل تداول أي خبر واحترام خصوصية الأسرة. خبر وفاة إبراهيم الحلقي غير صحيح إطلاقا، وقد نفاه والده رسميا، مؤكدا أن الطفل بصحة جيدة وزي العسل، وأن ما ينشر مجرد أكاذيب هدفها حصد التفاعل. ونسأل الله أن يتمم شفاءه على خير وأن يحفظه لأهله ومحبيه. ووفقا للمعلومات المتداولة من عائلة الطفل، فإن إبراهيم تعرض لحادث سقوط أثناء لعبة كرة قدم أدى إلى كسر في يده اليسرى، وهو أمر شائع بين الأطفال، إلى أن المضاعفات التي تلت الإصابة استدعت تدخلا طبيا وعملية جراحية دون أن يتم الإعلام بشكل رسمي عن تشخيص طبي دقيق من قبل الأسرة أو الأطباء. ورغم غياب التوضيح النهائي حول طبيعة المرض، أكد والد إبراهيم في بث مباشر أن العملية تكللت بالنجاح، وأن ابنه خرج من غرفة العمليات بحالة مستقرة، مطالبا الجميع بالإكثار من الدعاء له حتى يتماثل للشفاء الكامل. جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع انتشار الخبر تداول بعض المستخدمون تفسيرات غير طبية ربطت ما جرى للطفل بالحسد والعين، استنادا إلى شهرته الواسعة وتأثيره الكبير. وفي المقابل دعا آخرون إلى عدم الانجرار وراء هذه التفسيرات والتعامل مع الأمر باعتباره صحيا وطبيعيا ويحتاج إلى الأخذ بالأسباب الطبية. وكتب عدد من المقربين من الأسرة أن الكسر الحقيقي ليس في يد إبراهيم، بل في طريقة التفكير التي تفسر كل ما يحدث بنظريات الخوف، مؤكدين أن الطفل يحتاج اليوم إلى دعم نفسي ومعنوي لا إلى تضخيم المخاوف. من هو إبراهيم الحلقي؟ لم يكن إبراهيم الحلقي مجرد طفل يظهر على منصات التواصل، بل تحول إلى نموذج تربوي ملهم بفضل فصاحته وحسن أخلاقه وبره بوالديه. جزءا من طفولته قضاها في الأردن بمحافظة عجلون، حيث عمل والده في مطاعم داريا على طريق عبين وإربد قبل أن تعود الأسرة إلى سوريا. وقد عرف إبراهيم بمقاطع فيديو هادفة تعزز القيم الدينية والإنسانية، ما جعله قريبا من قلوب الملايين في مختلف الدول العربية. والد إبراهيم يطمئن الجمهور. في أول ظهور له بعد العملية بدا والد الطفل متأثر، وهو يطمئن المتابعين قائلا إن ابنه بخير ويحتاج فقط إلى الوقت والدعوات.